وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تهنئة رسمية إلى المنتخب المغربي بعد القرار التاريخي للجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي الكاف باعتبار أسود الأطلس أبطالاً لكأس إفريقيا 2025. تفاصيل القرار: أعلنت لجنة الاستئناف بالكاف يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 قبول الاستئناف المغربي وتطبيق المادة 84 من لوائح البطولة لاعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب بنتيجة 3-0 ليتوج المغرب رسمياً باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1976. إنفانتينو: المغرب يستحق. قال إنفانتينو في تصريحاته: المغرب يستحق هذا اللقب عن جدارة، استضافوا بطولة استثنائية وقدموا كرة قدم رائعة، والقرار يؤكد أن العدالة الرياضية قد تحققت في النهاية. وأضاف: أبارك للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً هذا الإنجاز الكبير، أثبتتم أن كرة القدم الإفريقية تسير في الطريق الصحيح. موقف إنفانتينو منذ البداية: سبق أن وصف رئيس الفيفا مشهد انسحاب السنغال من النهائي في يناير 2025 بأنه مشاهد قبيحة يجب إدانتها، مؤكداً أن مغادرة الملعب بهذه الطريقة غير مقبول ويجب احترام قرارات الحكام.